دكتور أحمد، هسألك عن ماذا في وعبة المشير السيسي للفلاحين؟ هرجع تاني واكد، دايما هتلاقيني في كل لحظه لان انا هو ليه حضرتك رجل كل ما دستور. اكلمك تقول لي الدستور؟ لان الدستور ده هو الوثيقه التي وقعها الشعب المصري مع كل انظمته في سلطاته بشكل دولته المختلفه، وتم الموافقه عليها. لا يعني رؤيته هو للفلاح ايه يعني؟ هل م. يستطيع اي مواطن عادي بقى مش رئيس دوله ان يخالف دستوره؟ هل مش هو ده الوثيقه الحاكمه؟ انا بتكلم على اليات لتنفيذ هذا الدستور. كلامي واضح. كلام بيقول تلتزم الدوله بشراء مستلزمات الانتاج، تلتزم الدوله بشراء منتج الاستراتيجي من الفلاح. هو دوت مش تفصيل. وقال لك الاتحاد التعاوني الزراعي، وقال لك نقابات الفلاحين، قال لك تملك الدوله للشباب الاراضي المستصلحه. هنا بس انا بعمل مداخله صغيره مع اللي انا بس عايز حضرتك اوضحه لك ارجوك، يعني حتى لما ترجع للدستور في كلامك انا ما عنديش مشكله في ده، انك كحمله بتستند للدستور في برنامجك او بتعتبر ده برنامجك، هطبق الدستور او هتطبقه بآليات جديده على المجتمع لكن المصري. خلينا نتفق على حاجه، ممكن انا وسيادتك عارفين ايه اللي جوه الدستور لكن الساده المشاهدين مش كلهم عارفين ايه اللي جوه انا الدستور. هو عشان كده بقوله، عشان كده بأثرت مواده. عشان كده بقول لما اعمل آلية لمكافحه الفساد، عارف ده معناه ايه يا فندم؟ يعني بحط كل الاجهزه التي مختصه بمكافحه الفساد في بطاقه واحده برئيس واحد. عند الافساد في الارض سوف يكون الافساد متكامل. انا عايز كل جهه تراقب الاخرى في المفاسد سواء كانت العامه او الخاصه. الوقت انتهى. طب انت حضرتك اخدت من الوقت اكتر من نص دقيقه. لا والله وانا متنازل. لا والله لا والله خلينا نتنازل على انا شلت الوقت بتاع التدخل بتاعي. باشمهندس عبد العزيز، برضه نفس السؤال. الاستاذ حمدين صباحي في تصريحاته بالنسبه للمزارعين قال لك ان انا هدي كل شاب 10000 جنيه وهدي له مساحه ارض. منين؟ منين ده؟ الحقيقه عامل علامات استفهام كتير قوي. في موارد كتيره. احنا اولا احنا عندنا، انت عارف احنا عندنا 60% شباب. انا عارف. لا هو ما قالش انا هدي كل شاب، هو قال هدي كل شاب. وقال لا هو قال احنا على قد المياه الجوفيه اللي موجوده هنحسب على اساسها. ممكن يبقوا التصريح يا فندم عنوانه كده في كل المواقع الالكترونيه. لا انا ماليش دعوه العناوين، ماليش دعوه بيها. سامنح كل شاب 10000 انت كده بتقاطعني ومساحه ارض. انت كده بتقاطعني من وقتي. مش جوه وقتك. لا من جوه وقتي ما ينفعش. اتفضل. الكلام كان واضح. حضرتك لو كنت اتفرجت عليه وانا شفته كان بيتكلم بالتحديد انه بيقول انا على حسب المياه الجوفيه ممكن يبقوا 3 مليون فدان، ممكن يبقوا 5 مليون فدان، على حسب المياه الجوفيه اللي موجوده. واحنا مش بنعتمد على الاستشعار الجوي، لا ده احنا لازم نعمل دراسات تفصيليه علشان نقدر نشوف المياه الجوفيه قد ايه، عشان ما نبقاش بنعمل حاجه فيها هدر. دي مساله. اذا كنا بنتكلم تكافؤ الفرص لازم هو هيبقى القاعده، لانه الاكثر احتياجا هو والاكثر قدره على ان هو يشتغل في الارض هو اللي هياخدها، سواء كان فلاح معدم او شاب. ده طبعا من ضمن الحاجات ان انا هاسقط ديون الفلاحين على حسب الملكيه. يعني لو اللي عنده اقل من 3 فدادين في اسقاط بدرجه معينه من الديون للبنك، وهو حتى اتكلم على تغيير. هل يملك ذلك؟ يملك ذلك؟ والله انا كرئيس دوله املك ان انا اسقط ديون اللي هي اموال الدوله؟ ده اموال الشعب. هي انت ما هي اموال الشعب. ما هو بيسقط ديون مين؟ هو بيسقط ديون المعدمين من الشعب. لما الناس اللي عندهم فدان وفدان ونص وكم قيراط عليهم ديون، وانت ما تقدرش تروح تحجز على الارض بتاعتهم، لانك انت هتعمل ثوره كده في البلد لما تروح تحجز. واتكلم على تغيير نمط بنك التنميه، لانه يعود بنك للتسليف الزراعي كما كان عهده في البدايه. اشكرك يا فندم. تعقيب سيادتك يا دكتور احمد. زي ما حضرتك تفضلت، دي اموال دوله لابد توخي الحذر
عند اسقاط هذه الديون. كمان ماذا عن اسقاط ديون الشباب اللي اخذت قروض من الصندوق الاجتماعي وعرضت للسجن فعلا وعرضت لتلويث سمعتها وهدم بيوتها؟ ماذا عن اصحاب الاعمال الذين تعثروا نتيجه ثوراتنا المختلفه واتقفلت مصانعهم؟ ماذا عن الاضراب، عن الغاء قانون التظاهر الذي سوف يضر بفكره العمل المؤسسي حتى في تنظيم مظاهره محترمه معتبره تعبر عن راي الشباب؟ ماذا سوف يحدث عند خلق فوضى عارمه بدون قانون تظاهر في المصانع؟ هتقفل البيوت اصحاب راس المال وهتقلل فرص الاستثمار. ما سمعناش عن قانون هيجمع العمال كلهم وفقا لمعايير مختلفه. ما سمعناش ان هناك رؤيه واضحه لرجال الاعمال المصريين هم اهم طرف في العمليه الانتاجيه، اللي هم من غيرهم العمال مش هيشتغلوا، من غير العمال هم مش هيشتغلوا. ما كلمناش عن مظله فصل وزاره القوى العامله والهجره، نخلي الهجره لوحدها والعمل لوحدها. ما كلمناش عن اليات تشجيع التدريب المهني والحرفي بشكل واضح سليم، وهو ده كل كانت احتياجات او معظم احتياجات العمال والفلاحين. اشكرك. فاهم تعقيب حضرتك؟ تعقيبي ان كل الكلام ده حضرته، بس انا اتمنى ان هو يرجع للبرنامج بتاع حمدين صباحي ويشوفه ويشوف ان هو اتكلم ان احنا لازم نحمي القطاع الخاص من الفساد والاحتكار، لان ده بيضر القطاع الخاص. انا لما ابقى منتج شريف وفي احتكارات نتيجه علاقات سياسيه او علاقات معينه بتتحقق لناس معينه، انا بضرب القطاع الخاص كده. في كل العالم يعني اوروبا ما فيش فيها مساله الاحتكارات، لان ده بيضرب القطاع الخاص اساسا. انا عايز اقول انه الكلام على الدستور باستمرار ده نتيجة ان مفيش برنامج. لكن انا عايز اقول انه مبارك كان باب الحريات في دستوره لا حد ما حدش يختلف عليه. مرسي باب الحريات في دستوره ما حدش يختلف عليه. حتى الان هذا الباب الحريات في هذا الدستور لا احد يختلف عليه. لكن هل نحن نعيش الان في هل يطبق الحكومة الحالية هذا الدستور روحه في الحريات العامة؟ أنا طبعا مختلف. حتى القانون بتاع التظاهر، أنا ما بقولش إن ما يبقاش فيه قانون للتظاهر، لكن قانون التظاهر الموجود ده قانون غير دستوري. إذا عرض على المحكمة الدستورية في الغالب إنها هتبطله، لأنه أنا عامل قانون علشان إثارة الاضطراب والفوضى في الشارع، هتعامل معاها ازاي؟ وده موجود في قانون العقوبات. يا اخي انت لو يعني عايز تخصص كده، اعمل قانون للتظاهر السلمي واعمل قانون لإثارة الفوضى والاضطراب في الشارع واستعمال العنف. لكن انت بتعمل قانون للتظاهر السلمي وتقول فيه حبس وسجن، طب يبقى ما بقاش تظاهر سلمي. دكتور احمد، احنا هنرجع للمهندس عبد العزيز تاني. احنا عقبنا خلاص وخلصنا السؤالين اللي كانوا عندك. هنروح نسال المهندس عبد العزيز. انا بعترض وبشده عشان برضو احنا طيبين بس الحدود. طيب محدش ياخد وقت تاني. طيب طب ما هو يا ريت يبقى في نقاط. حضرتك النقاط ان هو بس انا ما ببصش في الساعه، ما بقدرش اقول ان باشمهندس انا قدامي الساعه اهيت، ما فيش تجاوز ولا من حضرتك ولا من حضرتك. انا ما ببصش في الساعه، بس انا حضرتك انا بتكلم عليه هو بياخد وقت. والله لا انا حتى لما بعمل تداخل بشيل ده من الوقت بتاعك. ماشي يا رب يخليك، بس انا عندي برد النهارده مش فايق لكم. انا عشان كده بفوقك. ربنا يحمينا من الاعلاميين يعني.